حذاري من الهفوات الدفاعية وحذاري من الأخطاء الدفاعية عن طريق بوانغا. جميلة خطيرة كابونية قادمة من هذا المكان، خطيرة هي جول. بدأت الدراما، بدأت الإثارة، بدأت عن طريق كانغا 1-0 للغابون عند الدقيقة 10 من عمر هذا الشوط الأول. يا لها من هجمة، استغل الكرة، استغل هفوة دفاعية كانغا أن يسجل الهدف الأول، أن يضرب أولا، يعني الكثير للمنتخب الغابوني أمام فيانة الكوت ديفوار، أمام الفيانة الإيفوارية. سوء تفاهم هنا بين أوبيري وكذلك إيمانويل أكبادو. الحكاية بعد ذلك بدأها بوانغا، حضر كرة، ثم بعد ذلك على الجهة اليمنى من هذا المكان التسديدة هنا وصلت عن طريق أفيرلون، صدها في الأولى لافون، ثم بعد ذلك هدف أول 1-0. تغير الحال 1-0. كرة من جديد، يقدم أداء جميل منتخب الغابون، يقدم عطاءات جميلة في هذا الشوط الأول. يا سلام على مرور، يا سلام على كرة، ثم بعد ذلك تسديدها. لك أن تتخيل أن المنتخب الغابوني أضاف الهدف الثاني في هذه اللحظات. لك أن تتخيل كذلك بوانغا بتسديدة قوية في القائمة الثانية رسم مسارها بصورة جميلة، بتسديدة جميلة. هنا عند الدقيقة 21 المنتخب الغابوني يضيف الثاني عن طريق بوانغا بصورة جميلة جدا، بأداء جميل جدا. اعتمد فيه على الواقعية بالدرجة الأولى، اعتمد فيه على الشراسة الهجومية بالدرجة الأولى، اعتمد فيه على الرغبات الكبيرة بالدرجة الأولى في هذا الشوط الأول. هدفان دون مقابل هذه المرة عن طريق بوانغا. بوادر بداية العودة، صحيح أنه يسيطر يستحوذ، لكن من دون فعالية، من دون خطورة، خصوصا في الثلث الأخير. بينما هذا دياكيتي، هذه أخطر كرة وأخطر فرصة هنا عن طريق عمر دياكيتي. أطلق كرة، سدد كرة، عودة إلى دياموندي، طلبها كيسي في المنتصف، فضل دياكيتي من هناك على الجهة اليمنى، انطلاقة إيفوارية، هجمة إيفوارية قادمة من هناك عن طريق كيتسي. هذه الكرة والمحاولة هنا دياكيتي، هذه ثابتة، هذه ثابتة، ولكن ليس بعد. صوت الحديد وهنالك في مدينة مراكش. قوية كانت، تسديدة قوية، لكن القائم الأيسر للحارس بوكيل تصدى لها. عن طريق كيسي، هذه الكرة مرفوعة، تغذية من الخلف، إنه مرة أخرى من يا سلام على مهارة، تسديدة خطيرة. الله على كرة، لو اكتمل فيها المشهد، لو اكتمل فيها هذا الجمال، لو اكتملت الصورة هنا. أكبادو، كريستوف، أوبيري يلعبها مباشرة باتجاه إناو. ممتازة الكرة، جميلة الكرة وانطلاقة إيفوارية. ربما هذا وقتك، هذا وقت الأهداف، هذا وقت الكامباك. بداية العودة لفيانة الكوت ديفوار، بداية العودة أعلن عليها جان فيليب كاراسو قبل دقيقة واحدة قبل نهاية أحداث هذا الشوط الأول. جملة من قاموس تمريرات الكرة الإيفوارية، جملة من الرغبات، كرة انتهى بها المطاف في شباك الحارس بوكيل. يا لها من هجمة، لم يكن أنانيا وينفرد السهر. الكل ينتظرون البشائر السعيدة، ينتظرون الأخبار السعيدة، ينتظرون العودة. هل سيكتبون هدف العودة في هذه اللحظات في القائمة الثانية بالراس؟ يكتبون هدف العودة بحروف اليقين، بحروف التأكيد. إيفانجيلسون بالراس ارتقى بقوة 10 لاعبين من أمام الجميع، يكتب حكاية العودة وتعديل النتيجة.
هنا في هذه اللحظات المنتخب الإيفواري يسجل هدف العودة عن طريق فانغيسون. يا له من هدف، يا لها من ضربة بالراس، يا له من هدف جميل جدا في القائمة الثانية. بوف يضرب فانغيسون، يسجل فانغيسون هذه المرة جبهة من الشباك يا بيكال. صمت كثيرا يا بيكال، لكن الإنسان فوق طاقته لا يلام. هدف العودة وتعديل النتيجة عن طريق فانغيسون. عودة إلى ديالو، بحث عن كرة، غير الوجهة تماما من هنالك على اليسار. قادمة هذه الكرة على اليسار في القائمة الأول، هي جول. تغير الحال وتبدل الحال. من وصل من مقاعد البدلاء تريد دخل لأجل هذه اللحظات، وصل لأجل هذه اللحظات، يقلب الطاولة، يضرب بعواصفه جدران الخيبات، جدران البدايات المتعثرة. الفيلة الإيفوارية لا تؤتمن على الإطلاق بظهور العادة هنا في الأنفاس الأخيرة، هنا في الأمتار الأخيرة يضربون برأسية توريب وبعرضية كانت مرسلة عن طريق كريستوف أوبيري بالمقاس، وضعها في القائمة الأول. ثم بعد ذلك تفاصيل أخرى، أوبيري باليسار في القائمة الأول بالرأس، مرة أخرى يضرب، مرة أخرى يصل المنتخب الإيفواري، يقلب الطاولة. يا لها من عودة، يا لها من كرة، ويا لها من رأسية عن طريق توري. هدف جميل، جملة فنية ولوحة فنية اكتملت معالمها وملامحها بهذا العرض، بهذا الصد المبهر لفيلة الكوت ديفوار. 3-2 صارت النتيجة. واو يا له من سيناريو. الصدارة تنادي، الصدارة تنادي. روح عالية، شراسة عالية يلعب بها رفقاء أماد ديالو. خطوات تدخل موجود، ثم بعد ذلك صافرة النهاية وصلت، صافرة الختام وصلت. المنتخب الإيفواري انتصر وفاز ب3 أهداف مقابل هدفين، يصل إلى النقطة السابعة طبعا في هذه المجموعة. مباراة كانت جميلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. استمتعت فيها معكم مشاهدينا متابعينا، نرجو أنكم قد استمتعتم معنا. الموعد يتجدد معكم في مواعيد قادمة. إلى ذلكم الحين لكم مني طيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.